السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. نحضروا اليوم معكم الخبز في الفران الزنقة والطاجين في الفران الزنقة، كيجي رائع. مشيت عند الوالدة ديالي وجدنا الخبز، وجدنا الطاجين كيجي رائع، والخبز كيجي رائع في الفران الزنقة، احسن من الفران الغاز بالالف درجة. وكنتمنى تشوفوا الفيديو حتى الاخر باش يعجبكم الفيديو ان شاء الله. وما تنساوش تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه. عندنا هنا بنيوله كبيره، عندنا فيها الماء دافي، وكنضيفوا ملح. نعجنوا كميه كبيره، كنضيفوا يعني كلشي بزياده. وعندنا الخميره بلديه، عندنا خميره بلديه، يعني كون ما كتعجن شي عجنه كتخلي منها اختي، كتخلي منها شويه د العجين، وكتزيد له الطحين، وكتزيد له شويه د الماء، وكتخليها فاش كتجي تعجن كيكون عندها الخميره واجده. هي اللي كتعدل لي الملاح وتعدل لي كلشي، وانا عنعجن لها. كتحرك داك الملح بيدها، الماء دافي شويه. المهم باديه فيها بروده، على داكشي كنعدلو الماء سخونين، وكتضيف طحين عندها كميه كبيره حتى هي. تبارك الله كنعجنو بزاف في باديه، ماشي فحال في المدينه كنعجنو شويه د الخبز. وكتضيف الخميره، خميره حبوب، كتضيفها على الطحين من الفوق. وكنخلط بيدي، كنخلط بجوج اليدين باش كيتخلط العجين مزيان. وكنبقى نعجن فيه حتى كيتعجن مزيان. وانتم عاد تشوفوا العجينه حتى الاخير. كنبقى نخلطو حتى كيتخلط مزيان، ما كيبقاش يبان الطحين. عاد كنبدا نعجن فيه، حيت بانيوله كبيره ضروري خصك تعجن بجوج اليدين باش كيتعجن الخبز مزيان. دابا عجنته وعوضته، كيجي ماشي خفيف ماشي قاصح، وكنخليه يخمر. كنغطيوه بشي مالطه سخونه او شي منديل سخون باش يخمر، حيت بروده بزاف. ودابا بعد ما خمر العجين غنقرصوه. كيكون عندنا طيفور مفرشه، عندنا هنايا كيقولوا له هنا في بديه الطبق، كنعدلو فيه الطحين، كنغربلوه هو فيه. ودابا كنعدلو فيه الطحين باش ما يتلصقش فيه الخبز. واختي كتقطع وتنزل فيه، وكدوزو على هاد الطريقه. وكنزلوه على الطيفور يرتاح شويه، ندوقو عليه شويه شويه ونخليوه يرتاح، عاد ندوقوه في مره. نتوما تشوفوا الطريقه حتى الاخير. عندنا هنايا الطيفور مفرشه بالمنديل، عندنا شي جوج الطيافر ولا ثلاثه، ما عرفتش شحال منا د الطيافر. كندوقو عليه شويه شويه ونخليوه حتى يرتاح. عاد كنقلبوه على جهه اخرى. دابا هنا عدلناه يعني بالمقلوب تنقلبوه. دابا كنعدلو الطحين وكنقلبوه على جهه اخرى. عاد كنزيد ندوق عليه، كنغبروا له الطحين باش ما كيتلصقش، كيندق معاود. وكنخليوه يخمر الخمره الثانيه. وهنايا غنعدلو شنية الخبزه بالحوت، كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها. عندنا هنا الشطون، عندنا العطريه، الخرقوم، سكينجبار، الابزار، السحطار، شويه د الحار والكيمون. وعندنا تما في بنيوله الحوت وزيت الزيتون، وعندنا الثوم، وعندنا بصله، وعندنا قزبور مقطع. وكنخلطوا هاد الحوت مزيان. الحوت عندنا الشطون كنحيدوا لهم الشوكه، ما كنخليو لهم شي شوكه، وكنخلطوهم. اما كتعدل هاد الشطون كما عدلت انا، ولا كتعدل السردين. هاد الحوت كيجي رائع في الخبز، جربوه ما نموش عليه، خصوصا في الفران الزنقه كيطلع لذيذ بزاف. وهذه هي الخبزه اللي غنعدلو فيها الحوت. كنطرقوها مزيان حتى كترجع رقيقه بزاف،
وكنبقاو نستفو عليها الحوت واخا ما يجي شي معاوض. المهم كنعمروها بالحوت كامله، ما كنخليو حتى بلاصه كتبان. وكنعدلوا لها هاد الحوت قبل ما كتخمر الخمره الثانيه، كما كنقرصوا كندوقوا عليها. المهم كما قلت لكم كندوقوا عليها مزيان وكنستفوا عليها الحوت من الفوق. غندورها بالحوت، انا غنعمرها مزيان، عندي تما الحوت بالزيت، غنعمرها مزيان عتجي عامره بزاف. كما شفتوا. وكنخلي بلايص في الجناب باش نعدل عليها اخرى. كما شفتوا دابا عدلت عليها اختي شنية اخرى، عدلت عليها الخبزه اخرى طرقاتها مزيان حتى هي باش كتجي رقيقه وكتشد من الجناب، كتضغط شويه شويه باش كتشد ما كتفتحش مره، كتمشي كدور عليها كامله. هذا هو الخبز اللي دقينا عليه وكنخليوه يخمر. وكنمشيو نشعلو الفران، كنجيبو العواد، كيكونوا عندنا العواد كابسين كنجيبو كنعمرو الفران بالعواد خصهم ضروري يكونوا كابسين. كما شفتوا تما باقي التجميرات مني حمينا قبل مره قبل من هادي. وكنعمرو العواد، هما العواد كما تشوفوهم كابسين باش كيشعلوا الفران وكيحميوها. عمرنا الفران، كنعمروها مزيان وكنشعلوا لها العافيه وكنخليوها حتى كتحمى. ضروري خصها تكون الفران حاميه باش طيب لك الخبز. وانتم معنا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا الخبز ديالنا كيفاش غيجي، وعتشوفوا الطاجين كيفاش غيطلع، وعتشوفوا الخبزه اللي فيها الحوت كيفاش غيطلع. ومناظر في البديه غزاله، وملي كتكون كتحمي الاجواء رائعه، خصوصا فاش كيكونوا العائله كامله مجموعه. كيكون الشغل كيطلع داكشي مزيون بزاف. دابا كتحرك اختي كتحرك باش كتحركها باش كتحيد داك التجمر لانه ما كيكونوا تكلاو، كتحيدهم كترجعهم لواحد الجنب وكتخلي العافيه شاعله في الجنب اخر. عاود كنزيدوا لها العواد حتى كتحمر الفران مزيان. دابا ملي حمات الفران كتحرك لها ديك التجمر، كنهبطوهم لا في هاد البلاصه هادي عندها تما، البلاصه هادي عندها تما فين كيهبطوا الجمر. وهذا هي هنايا السطال كيكون عندنا فيه ديك الشطابه اللي كنشطبوا بها الفران، هذيك مصنوعه من العزف. في المره الاولى كما شفتوا كنحركوا غير بالعود، ومره ملي كنساليو بالتجميع ديال الجمر بالعواد كنجمعوهم بالشطابه ديال العزف حتى كنشطبوا الارض كامله كترجع بحال اللوسه مشطبه. ودابا كنبداو نطرحوا الخبز، كننزلوه ما كنطرحوش هنا على الجمر، كننزلوه منون الفران وكيطيب من تحت ومن فوق حتى كنعمروا الفران عامره بالخبز، عاد كنشدوا عليه باش كيطيب. شفتوا الخبزه بدات كتطلع، يعني الفران سخونه بزاف، الخبز دغيا كيطيب ما كيتعطلش بزاف. وهذا الطاجين عندنا الطاجين بطاطا ومطيشه، كنعدلوه ونعدلوا له الاقامه ونتكيوه في الفران على الجمر، كيجي مقلي ومقرمل كيجي رائع. وهذه هي الخبزه اللي عدلنا معكم ديال الحوت، كتجي رائعه بزاف. انتم كتشوفوا كيف كتجي من داخل، كيخرج داك الزيت ديالها اللي شفتو خرج من الفوق، هذاك الزيت ديالها. وهذا هو الخبز اللي حمينا تبارك الله.